تعرف ان الميمز اللي انت بتعملها شير عندك على البروفايل هي ممكن تكون سبب رئيسي في انك تترفض في انترفيو الشركه؟ لما بنيجي ندور في اوت سيركل عندنا ان حد يشتغل معانا، بندور مش على حد شاطر بس، طبيعي ان هو يكون شاطر، ولكن بندور على حد شبهنا 100%. لو انا اقتنعت بالبورتفوليو بتاعه وشفت ان هو شاطر، بدخل عنده على البروفايل عشان احاول افهم شخصيته اكتر، احاول استشف هل الشخص ده شبهنا ولا لا، او شبه الناس اللي موجوده ولا لا. كل اللي انا طالبه منك مش ان انت توقف انك تعمل شير للميمز اللي على الفيسبوك، عيش حياتك، ولكن كل اللي انا اقصده ان انت تحاول تكون انت. مجال التسويق بعد الذكاء الاصطناعي بيتغير شكله، بقى فيه اعتماد كبير على الاي اي، فانا ببقى مهتم جدا ان انا اعرف شخصيه اللي انا هعينه ده هيبقى عامل ازاي، لان انا ستيل مش عايز اعين شات جي بي تي معايا، ولكن عايز اعين انسان ويكون انسان شبهنا. وخليني اقول لك ان الفايل بتاع البورتفوليو والفايل بتاع السي في مش كفايه بس عشان يتبعت في الايميل. دلوقتي انت كمان بقيت محتاج تبعت السوشيال ميديا لينكس بتاعتك، تبعت لينكد ان، تبعت انستجرام، تبعت فيسبوك، وتبعت اي منصه انت فعليا متفاعل عليها. لو انت مهتم انك تكون واحد من التيم معانا او جزء من اوت سيركل ايجنسي، سيب كومنت تحت واحنا هنبعت لك الايميل اللي تبعت عليه شغلك، وما تنساش السوشيال ميديا لينكس بتاعتك انت. وانا عمار المسدي، سلام.